ريال مدريد يفوز في كلاسيكو بثنائية مقابل واحد بعد تفوق واضح من تشابي ألونسو على هانزي فليك في كل مجريات اللقاء، والإحصائيات أمامكم باش ما تناقشونيش وتقولوا لي لماذا تفوق تشابي ألونسو على هانزي فليك. الإحصائيات أمامكم، تعرفوا تقروا، هاي الإحصائيات اقروها. تفوق في عدد التسديدات، في عدد التسديدات على المرمى، في الإكسي جي الأهداف المتوقعة. يعني ريال مدريد تفوق بشكل واضح على برشلونة كان سيء في مباراة الأمس، وريال مدريد أضاع على نفسه نتيجة تاريخية ضد برشلونة، بحيث المشكلة اللي نوهت بها في الفيديوهات السابقة وهي مشكلة تضييع الفرص. شفناها في مباراة الأمس، ريال مدريد ضيع شلال من الفرص، وكادت النتيجة أن تكون خماسية سداسية لريال مدريد بالراحة، ولكن مهاجمين ريال مدريد تفنوا في إضاعة الفرص، فينيسيوس، مبابي، بيلينغهام. فصراحة فوز جميل صراحة، انك تتصدر بفارق 5 نقاط، فهذا الشيء جيد لتشابي الونسو ولريال مدريد. تشابي الونسو هو المدرب الثاني اللي يفوز في اول كلاسيكو له مع نادي ريال مدريد بعد الاسطوره زين الدين زيدان. يعني لا انشيلوتي ولا مورينيو ولا لوبيتيغي ولا سولاري فازوا في اول كلاسيكو لهم. فتشابي الونسو يعد من المدربين الوحيدين الى جانب زيزو اللي فازوا باول كلاسيكو. فالمباراة صراحة كانت ممتازة من ريال مدريد في مباراة الأمس. 70 دقيقة لعبها ريال مدريد بشكل ممتاز، من ناحية الضغط العالي على دفاع برشلونة، الضغط العكسي والافتكاك، الشراسة والحدة في الملعب. شفنا فينيسيوس شرس في الافتكاكات، ميليتاو، تشواميني، كامافينغا كان ورقة تشابي ألونسو في مباراة الأمس الرابحة، بحيث شفناه لعب في مركز غير مركزها الأصلي. كامافينغا لو لاحظتوا البارح لعب جناح ايمن وهمي، بحيث كان يمسك الكره ويفرغ المساحه لجود بيلينغهام. فالتبادل والثنائي اللي كانت بين جود بيلينغهام وكامافينغا في مباراه الامس كانت رائعه صراحه، وخلخلت دفاعات برشلونه وخصوصا المدافع بالدي. مرات يمسك كامافينغا يلقى جود بيلينغهام فارغ، ومرات يمسك جود بيلينغهام يلقى كامافينغا فارغ. تشابي الونسو دخل بتشكيله 4-4-2. فتشابي الونسو عرف كيفاش يحيد نقاط قوه برشلونه، وهي الهجوم على الاطراف. فالفيردي شفناه اخفى راشفورد، كاريراس اخفى لامين يامال البارح كان ضغط عليه هائل بعد التصريحات الاخيره عن ريال مدريد. فصراحه لامين يامال قدم اسوا مباراه له مع برشلونه، لا هجوم ولا دفاع ولا فرص، حرفيا كان اسوا لاعب في برشلونه فوق ارضيه الملعب. تشابي الونسو تعامل مع مباراه بشكل ممتاز، حيد نقاط قوه برشلونه، استحوذ على الكره في بعض المرات، خلق العديد من الفرص، ولكن التبديلات كانت علامه استفهام كبيره عليهم. تبديل فينيسيوس كان غير مفهوم صراحه، بالرغم من انه بعض المحللين قال لك فينيسيوس تراجع بدنيا، ولكن فينيسيوس هو اللاعب الوحيد في الهجوم اللي كان يخلق خطوره كبيره على دفاعات برشلونه، كان يجري يضغط، وكاد لو بقى فوق ارضيه الملعب متاكد انه فينيسيوس كان يسجل مع كيليان مبابي، ولكن خروجه كان غير مفهوم. تشابي الونسو خرج فينيسيوس لانه تراجع من الناحيه الدفاعيه، ولكن تشابي الونسو تفهم هذا الامر وسحب فينيسيوس ودخل رودريغو باش يخلق حركيه اكثر ومسانده لالفارو كاريراس. الان نجو لتقييم اللاعبين، نبدو بالحارس كورتوا. بالرغم من انه برشلونه ما عملش ديك الخطوره، ولكن كورتوا كان حاسم في بعض التصديات. فالفيردي مباراه جيده جدا من الناحيه الدفاعيه، حيد راشفورد، حيد نقاط قوه برشلونه على الاطراف. الفارو كاريراس كان ممتاز جدا في عمليه المسانده الدفاعيه، حيد لامين يامال. ثنائيه ميليتاو هاوسن كانت جيده جدا، ادار ميليتاو قدم تمريره حاسمه لجود بيلينغهام، وكان رائع في الافتكاك، في الشراسه، في الحده. فبرافو ميليتاو 10 من 10. وكذلك دين هاوسن. تشواميني قدم مباراه ممتازه دفاعيا، صراحه صدمني تشواميني في مباراه الامس، قدم مباراه خرافيه من الناحيه الدفاعيه، من ناحيه الافتكاك، من ناحيه المسانده قلب الدفاع، من ناحيه الشراسه والحده على فيرمين لوبيز. فصراحه المباراه 10 من 10 من تشواميني. جود بيلينغهام نجم اللقاء صراحه، تمريره خرافيه في ظهر لاعبي برشلونه، كسرت ظهر ودفاع برشلونه في مباراه الامس، تمريره خرافيه ومن عالم اخر من جود بيلينغهام. اردا جولر يا حبيبي يا اردا جولر، لماذا الخطا؟ كنت قادر تمررها لدين هاوسن، تخرجها للتماس، تخرجها للركنيه، يعني مش عيب انك تخرج كره للركنيه. علاه قاعد تحاكمها؟ اكيد بيدري يجي يضغط عليك ويفتك منك الكره ويمررها راشفورد وسجلوا علينا هدف صراحه مجاني ما كانش له اي داعي. فصراحه غلطه كبيره من اردا جولر، واللي بعدها خرجته من اللقاء. يعني اردا جولر بعد
هدف برشلونه خرج تماما من اللقاء، وكان لازم سحبه من المباراه لانه المعنويات تاعه كانت في الصفر. فمباراه ما كانتش على قد التوقعات من اردا جولر. فينيسيوس قدم مباراه رائعه بالرغم من الخروج تاعه اللي كان غير طبيعي والمناوشات مع تشابي الونسو، ولكن قدم مباراه رائعه. بهدل كوندي حرفيا فينيسيوس في مباراه الامس، بهدل كوندي حرفيا، وصراحه شرشح جهه برشلونه اليمنى. فصراحه فينيسيوس البارح عجبني صراحه، بالرغم من انه ما ساهمش في الاهداف، ولكن كان رائع رائع فينيسيوس، رائع رائع فينيسيوس صراحه. مشكله مبابي على سبيل المثال تجي 10 فرص 10 فرص تجيه، يماركي مثلا يماركي 3 اهداف ويضيع 7. غير معقول الفرص اللي ضيعها كيليان مبابي كان وحده لحاله البارح، لحاله كان قادر يقضي على دفاعات برشلونه على برشلونه، ولكن تضييع الفرص صار مشكله كبيره عند كيليان مبابي. يسجل هدف ويضيع 3 اهداف. كامافينغا صراحه جوكر، سلاح تكتيكي استخدمه تشابي الونسو ليفك دفاعات برشلونه. كامافينغا كان رائع صراحه في مباراه الامس، من ناحيه التمريرات، من ناحيه الحفاظ على الكره، من ناحيه فتح مسارات لجود بيلينغهام، من ناحيه الثنائيه تاعها مع جود بيلينغهام والتناسق اللي شفنا فوق ارضيه الملعب. فصراحه المباراه 10 من 10 لكامافينغا، بالرغم من انه بعض المدريديست ما عجبهمش اداء كامافينغا، ولكن كامافينغا قدم مباراه رائعه صراحه. هذا كان التحليل المنطقي لمباراه ريال مدريد ضد برشلونه. ما تنسوش خوتي تدعموني في القناه باللايك والاشتراك. نتلاقوا هذه اليامات في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.